وينه هذا؟ وينه؟ لك عجلك شوي لك عمار، معقول 3 دقايق منطرني بالطريق؟ ايه هن كلهم على بعضهم 3 دقائق، ايه شو تأخرت على عيادة الدكتور؟ شو عم تقول انت؟ ولك انا عم تقارني بدكتور؟ ولك ارجل دكتور بالبلد بيتمنى يقعد قعدتي هي ويوقف ورا هالدركسيون، الله يسامحك لك عمار. خلص انا اسف، بعتذر منك ابو السيف. لك قديش يوميته هذا الدكتور اللي عم تقارني فيه؟ قديش؟ 200,000؟ لك خليها 500,000؟ ايه انا بطلبين صغار بطلعهم لهدول. شو هذا؟ شو هالحكي هاد؟ قل لي شو كان بدك مني؟ ليش دقيت لي؟ لك انت بتعرف لك ابو السيم انه انا من 3 شهور مقدم السي في تبعي عند ابو عبده مشان يشغلني على التاكسي، واليوم الحمد لله رضي يشغلني على التاكسي، فاجيت لعندك مشان تعلمني المصلحة لاني بعرفك مقطع موصل ومشان تعلمني الاساسيات تبعها. انت قد هالفوته لك عمار؟ لا لك ابو السيم والله بعجبك. الخطوة الأولى، هي المصلحة بدها قلب ميت. يعني إذا بيطلع معك زبون بيتبكلك لك شوي أو بيترجاك شوي مو تراعيه أو تاخده بنص القيمة، دير بالك. طيب بلكي كان فقير وما معه مصاري يدفع لي، شو بعمل له؟ قوم انزل من السيارة ولك، قوم انزل من السيارة تضرب من بيت شوفيرية التكاسي. خلص طول بالك أنا آسف، خلص ها؟ إذا بيطلع معك زبون وما معه مصاري بتشلحه كلسونه وبتاخد مصاريك. أمرك معي. دير بالك ها؟ تمام. الخطوة الثانية، الصبر. مشان شو الصبر بالمصلحة؟ لازم تكون صبور وما بتيأس أبدا. يعني بتكون ماشي بالطريق بتشوف واحد واقف على جنب، بتدبقه، بتضب عليه، بتلطش له بالضوء، بتزمر له، بتطلع من الشباك، بتضل دابقه لحتى هيك يتجرأ ويرفع ايده ويأشر لك. ما بتتركه بحاله ابدا. حلو. واذا ولسبد كانت واقفه تاكسي قدامك وعم يحاكيها زبون، بتوقف وراه بالضبط، بتلزق طبونك بطبونه، بتطلع هيك بالزبون وبتغمزه. هون الزبون شو رح يحس حاله؟ رح يحس حاله شغله كبيره كثير ومهمه، رح يتشفتر على التاكسي اللي واقف معه ويجي لعندك يركب معك. فهمان علي؟ ايوه. ودخلك اسعار الطلبات كيف؟ هيك بنكون فتنا بالخطوه الثالثه والاهم. عنك لا تكفي، انا بكتب ليستا باسماء المناطق والاسعار والوقت. ايوه، شو رايك تشتغل على عداد فرد مره تضرب شوف الهوي؟ لك شو بدي اعمل معلم؟ بتقول له طلع، ما بنختلف، لك بلا مصاري يلي بدك اياه لحتى تبلفه ويطلع معك، وبس طلع معك بتوصله على المكان اللي بده اياه. حلو. بس وصلته على المكان اللي بده اياه تطلب السعر يلي بدك اياه. تمام. واذا ولسبد عذبك وما دفع تستخدم معه العصايه السحريه. هاي العصايه لازم ترافقك وين ما بتروح. شو فهمان؟ معلم يعني ضروريه تكون موجوده هاي؟ اي لكن ضروريه، شو مفكر بالهين بتصير شوفير تاكسي مر؟ حلو. الخطوه الرابعه ويلي هي الخطوه الحساسه جدا، لازم الزبون يرتاح لك. يعني معلم يرتاح لي شغل له المكيف وشغل له غنية حلوة هيك رايقة وسكرها الشبابيك؟ ايه، هاي لما يصير معك هيك حق جواز وتنقلع تشتغل شوفير تاكسي باوروبا بتريح الزبون هيك. هون الزبون لحتى يرتاح لازم تبلش سب من اكبر موظف بالحكومه لاصغر موظف، ما بتترك موظف من شرك، موظفين الكهرباء، موظفين المواصلات، موظفين المي، لازم يرتاح لك ويحسك هيك واحد منه. حلو. وبس تحسه هيك ارتاح لك وبلش يزلق لسانه بتتركه يحكي ليشبع. وبس توصله على المكان المطلوب ترفع تليفونك هيك بتقول احترامي معلم، 5 دقايق بكون عندك، وبتنزل تليفونك وبتطلب السعر يلي بدك اياه. هلا هون هو بيعطيني انا اللي بدي اياه؟ هون مو بس رح يدفع لك اللي بدك اياه، هون اذا بتطلب روحه رح يعطيك اياها. حلو. تمام هذا الحكي معلم. الخطوة الخامسة واللي هي الأخيرة واللي بيتبعها نص شوفيرية البلد، هي خطوة الشحادة. يعني معلم اطلع بالسيارة واشحد منه للزبون؟ هلا انت ما رح تشحد بشكل مباشر، انت بس عليك انه اول ما الزبون يحط رجله بالسيارة بتبلش تشكي وتبكي. الله وكيلك كيلو الخيارة بنجيبه ب 7000 ليرة. حلو. لك معقول انا شوفير تاكسي عم يبيعوني لتر البنزين ب 12,000؟ اي والله الله ما قالها، كيف بدها توفي معي؟ لك الله وكيلك يا معلم، اذا بفوت عند الميكانيكي وبيلحمس لي على العطل لحمسه ما بيقبل ب 200,000. لك بتقول له انا عندي كوم لحم، مين بده يطعميهم لهدول؟ الله يفرج احسن شيء. والله يا معلم إيه انا كنت راح ابكي عليك واعطيك مصاري. وهو المطلوب. المهم رح ينزل الزلمه ويدفع لك هيك زياده، رح يزيد له فراطه يعني. تمام. فانت هون شو بتعمل؟ بتبلش بزيد له 4-5,000، فانت هون بتبلش وين الفراطه؟ وين الفراطه؟ وين الفراطه؟ تنزل تحت الكرسي، بتطلع توقف فوق السياره، بتقول له والله اسف بعتذر منك يا معلم، يعني ما لقيت لك فراطه. هيك رح يسامحك فيهم. ليش؟ لانه رح يبكي عليك. ايه والله. حلو. بتفكر وهي المصلحه، وان شاء الله بتدعي لي. لك بتعرف لك ابو السيم عن جد مصلحة تدرس. هي لك انا عم حاكيك، ايش مفكر شوفير التاكسي قليله؟ بتقلي دكتور وما دكتور. ابو عبدو لعند ابو عبدو بوشك. ابو عبدو وينك؟ لا تنسى البشكيره. هذا ما قلت لي عليه. ايه هلا قلت لك عليه، ميسره يا حبيبي. الله يسر.